بيبدأ الفيلم بشاب اسمه نيك وهو بيعزف في محطة القطر في نيويورك، وفجأة بيشوف واحدة اسمها بروك وهي بتجري بسرعة عشان تلحق آخر قطر، وتليفونها بيقع منها على الأرض وبيتكسر، لكنها ما بتاخدش بالها وبتكمل في طريقها وبتوصل للرصيف وما بتلحقش القطر. فبترجع المحطة وبيروح لها نيك وبيديها تليفونها، وبيكون فاضل 5 دقايق والمحطة هتقفل ومش هتفتح غير تاني يوم الصبح. فبيشوفها نيك وهي محتارة ومش عارفة تعمل ايه، فبيخرج من المحطة وبيلاقيها واقفة لوحدها في الشارع، فبيسألها عن سبب وجودها لوحدها في الشارع في الوقت ده. فبيعرف منها ان شنطتها اتسرقت في الكافيه اللي هي كانت قاعدة فيه من شوية، ومفيش معاها اي حاجة غير تذكرة القطر اللي كانت هترجع بيه لبيتها. فبيعرض عليها نيك انه يدفع لها اجرة التاكسي اللي هيوصلها لبيتها في بوسطن، لكنه بيتفاجئ ان الفيزا بتاعته فاضية وما فيهاش فلوس. فبيحاول نيك انه يتصل بواحد صاحبه اسمه داني عشان يستلف منه فلوس يقدر يساعد بيها بروك، لكن حظه بيكون وحش لان تليفونه بيفصل شحن هو كمان. فبتشكره بروك على محاولته انه يساعدها وبتسيبه وبتمشي. وبعد شويه بروك بتلاقي نفسها قدام 3 شبان وبيبان عليهم انهم شاربين ومش في وعيهم، فبتخاف منهم وبتكون محتاره ومش عارفه تعمل ايه. وفجاه بتلاقي نيك وهو بيحط ايده في ايديها وبيعمل نفسه خطيبها عشان محدش من الشباب ده يتعرض لها. فبتشكره بروك وبيتعرفوا على بعض، وبنعرف ان بروك متجوزه وبتشتغل مستشاره فنيه وجات على نيويورك عشان تبيع لوحه من لوحاتها، لكنها اتفاجئت بسرقه شنطتها في الكافيه وفضلت تدور عليها كتير، وده اللي خلاها تتاخر عن ميعاد القطر. وبنعرف ان نيك ما بيشتغلش وان هو بيقضي اغلب وقته بيعزف موسيقى في محطة القطر، وده عشان يلاقي اي مقابل مادي يقدر يعيش بيه، لكنه عنده تجربة اداء في فرقة موسيقية تاني يوم، ودي فرصة كبيرة جدا بالنسبة له. فبيعرض نيك عليها انهم يحاولوا يرجعوا للمكان اللي اتسرقت فيه شنطتها، على امل ان الشخص اللي سرق الشنطة بتاعتها ممكن يكون خد الفلوس منها ورماها. فبيوصلوا الكافيه اللي اتسرق فيه الشنطة وبيعرضوا على البارمان هدية كبيرة لو بس دلهم على الحرامي. فبيوصف لهم عنوان عصابة بتتعامل في المحافظ والشنط المسروقة، وبيعرفهم انه هو كلم حد منهم وهو هيساعدهم. فبسرعة بيروحوا على مكان العصابة، لكن نيك بيرفض ان بروك تدخل معاه لان ممكن يكون في خطر عليها جوه. وبيدخل هو عشان يقابل رجالة العصابة وبيلاقي شنط كتير مسروقة، فبيدور على شنطة بروك وسطهم وبيلاقيها وبيتأكد من العلامة بتاعتها كويس. وفي اللحظة دي بروك بتستخدم تليفون موجود في الشارع عشان تتصل بجوزها واللي اسمه مايكل، وبتعرفه ان هي باعت اللوحة، لكن تليفونها وقع منها واتكسر وما بترضاش تحكي له على اي حاجة تانية من المواقف اللي بتحصل لها. لكن بروك بتتفاجئ لما بتعرف ان مايكل غير الميعاد بتاع رجوعه من السفر، وهيرجع من سفره بكرة الصبح الساعة 8، وده معناه انها لازم ترجع بيتها في اسرع وقت، وده لان في حاجة مهمة هي عاوزة تعملها في البيت قبل ما جوزها يرجع. وفي الوقت ده رجالة العصابة بيطلبوا من نيك فلوس عشان ياخد الشنطة، وقبل ما نيك بيرد عليهم بيشوفوا في الكاميرات 2 من رجالة الشرطة وهم بيخبطوا على الباب، فبيضربوا نيك وبياخدوا الشنط كلها وبيهربوا بسرعة. وبعدها بنعرف ان بروك هي اللي بلغت الشرطة، وبتعترف لنيك انه تصرف غبي جدا، فبيقول لها تنسى موضوع الشنطة ده خالص وتفكر هي هترجع بيتها ازاي. وبيعرف منها انها لازم ترجع بيتها بسرعة قبل ما جوزها مايكل يرجع للبيت، فبيسألها عن السبب لكنها بترفض تجاوبه، فبيخمن انها بتخون جوزها وعشان كده مش عاوزة تحكي له. لكن بروك بتزعل منه لدرجة انها بتكون عاوزة تسيبه وتمشي، فبيعتذر لها على ظنه فيها وبيطلب منها تعذره، وبيعرفها ان ده اللي جه في باله لانها مش لابسة دبلة في ايديها، ده غير ان هي ما رضيتش تحكي لجوزها عن اللي بيحصل معاها. وبيطلب منها تديله فرصة اخيرة عشان يساعدها توصل بيتها، لانه مش هيسامح نفسه ابدا لو سابها لوحدها في الوقت ده وبالحالة دي. فبتسامحه بروك، وبعدها بيتصل نيك بشركة تأجير عربيات وبيعرف الأجرة من نيويورك لحد بيت بروك هتتكلف كام، وبعدها بياخدها وبيروحوا على حفلة خطوبة بتاعت واحد صاحبه عشان يقابل فيها صاحبه داني اللي هياخد منه الفلوس بتاعت التاكسي اللي هيوصل بروك لبيتها. وبعد شوية بيوصلوا للمكان اللي فيه الحفلة، لكنهم بيكتشفوا انهم غلطوا في العنوان وبيكونوا في حفلة تانية. فبيجي صاحب الحفلة دي وبيكون فاكرهم الفرقة الموسيقية اللي هتحيي الحفلة، وبيقول لهم انهم متأخرين على ميعادهم جدا. فبيستغل نيك الفرصة دي وبيطلب من صاحب الحفلة جزء من الفلوس مقدم، فبيطلب منهم صاحب الحفلة انهم يبدأوا الفقرة بتاعتهم لحد ما يروح يحضر الفلوس. فبنشوف بروك وهي مرتبكة ومش عارفة تعمل ايه في الموقف ده، فبيطلب منها نيك انها تغني اي اغنية هي حافظاها، وبيبدأ نيك يعزف وبروك تغني. وبالرغم من ان بروك اول مرة تغني الا ان الموجودين في الحفلة بيكونوا معجبين جدا بأدائها، لكن فجأة نيك بيشوف صاحب الحفلة وهو جاي عليهم وبيبان عليه علامات الغضب، فبيفهم نيك انهم اتكشفوا، وعشان كده بياخد بروك وبيمشوا بسرعة من المكان وبيروحوا على موقف اتوبيسات، وبيكون نيك عارف ان الاسعار بتاعة التذاكر في مخفضة، لكنهم ما بيلاقوش ولا اتوبيس، وكل الاتوبيسات بتكون هتشتغل الصبح، فبيكونوا محتارين ومش عارفين يعملوا ايه. ووقتها نيك بيكون متأكد ان بروك مش هتقدر ترجع بيتها قبل ما جوزها يرجع من السفر، فبيقترح
فبتقترح عليها تكلم أي حد من أصحابها أو جيرانها عشان تساعدها في الحاجة اللي هي عايزة تعملها في بيتها قبل ما جوزها يرجع للبيت. فالفكرة دي بتعجب بروك، لكن المشكلة إنها مش لاقية تليفون تتصل منه. فنيك بيقدر يستلف تليفون من شخص موجود معاهم، وبتتصل بروك بصاحبتها اللي اسمها بان، وبتعرفها مكان مفتاح البيت، وبتطلب منها تدخل البيت وتروح أوضة النوم، وبتعرفها إنها هتلاقي رسالة كتبتها بروك لجوزها مايكل، وبتطلب منها تاخد الرسالة وتخليها معاها لحد ما ترجع على البيت. وبعد المكالمة دي بروك بتكون فرحانة ومبسوطة وبتشكر نيك من قلبها، ده غير إنها بتعرفه إنها نفسها تساعده في أي حاجة هو محتاجها. فبيطلب منها تديله نصيحة عاطفية، وبيحكي لها عن حبيبته هانا واللي اتعرف عليها أيام الجامعة. وبعد قصة حب استمرت بينهم طول سنين الدراسة في الجامعة، هانا سابته ودخلت في علاقة مع شخص تاني، وبيقول لها إن هانا هتكون موجودة في حفلة الخطوبة بتاعت صاحبه النهاردة. فبتقترح عليه إنهم يروحوا سوا على الحفلة، ويعرف كل أصحابه إن بروك تبقى صاحبته الجديدة، وده عشان يخلي هانا تغير عليه وترجع له. وبعد شوية بيكونوا وصلوا حفلة الخطوبة، وبيقابلوا داني صاحب نيك، وبيديهم داني الفيزا بتاعته وكمان مفتاح شقته عشان يباتوا فيها. لكن نيك بيكون باله مشغول بهانا، وبيفضل يدور عليها وسط الموجودين لحد ما بيلاقيها. فبتروح هانا تسلم عليه، وبيكون كمان معاها حبيبها الجديد اللي اسمه كول. فبيتعرفوا على بعض كلهم، وهانا بتسأل نيك عن أحواله، فاللي بترد عليها هي بروك، وبتعرفها إن هو عنده تجربة أداء موسيقي تاني يوم في فرقة موسيقية كبيرة جدا. لكن بروك بتتفاجئ إن نيك مرتبك ومش عارف يتكلم، وبيستأذن منهم وبيخرج من الحفلة. فبتخرج وراه وبتعرف منه إن دي أول مرة يشوف فيها هانا من أول ما انفصلت عنه من 6 سنين، ده غير إن هو افتكر اللحظة اللي طلب فيها إيد هانا للجواز بعد ما اتخرجوا على طول. لكنه اتفاجئ إن هانا بترفض عشان شايفاه إنه إنسان فاشل وملوش أي مستقبل، مع إن هانا هي اللي كانت بتشجعه طول سنين الدراسة عشان يكمل عزف، وإن هو بسبب تشجيعها ساب كلية الطب وقرر يشتغل عازف. فبتقترح عليه بروك إن هو يحط حد لكل ده ويرجع الحفلة تاني ويتكلم مع هانا بكل صراحة، ويطلب منها الجواز تاني، وإن مهما كان الرد بتاع هانا فأكيد هو هيكون عارف مصيره معاها إيه، وبكده هيقدر يقرر هيعمل إيه في حياته. فبيقتنع نيك بكلام بروك وبيروح يتكلم مع هانا فعلا، لكنه بيتصدم لما بيعرف إنها حامل، وبكده يكون فقد أي أمل في إنها ترجع له. فبياخد بروك وبيمشوا من الحفلة وبيكون زعلان جدا. فبتحاول بروك تواسيه وتفهمه إنه شخص جذاب جدا، وكمان هو شخص طيب وهيقدر يلاقي الإنسان اللي تحبه من قلبها. وفي اللحظة دي بيكونوا وصلوا قدام بيت وسيط روحاني، فبتقرر بروك إنهم يدخلوا سوا كوسيلة منها إنها تخرج نيك من اللي هو فيه. والغريب إن الوسيط ده بيتكلم مع بروك وبيعرفها إن هي ممكن تنسحب من الحاجة اللي محيراها، وبيقول لها كمان إنه هيكون بينها وبين نيك علاقة حب، وده لأن نيك هو الشخص المناسب ليها. لكن بروك بتغير الموضوع وبتطلب منه إنها تستخدم تليفونه، فبيشاور لها على مكان التليفون، وبتروح بروك عشان تتصل بصاحبتها بان وتعرف منها هي عملت إيه. لكنها بتتفاجئ إن صاحبتها بان ما قدرتش تدخل البيت، وده لأنها ما لقتش مفتاح البيت في مكانه. فبتتضايق بروك وبتكون عاوزة تمشي من المكان بسرعة، وبيلاحظ نيك إنها حزينة، فبياخدها على مطعم صغير وبيحاول يتكلم معاها عشان يهون عليها، وبيطلب منها تحكي له عن مشكلتها يمكن يقدر يساعدها. فبتقول له إنها عرفت إن مايكل جوزها بيخونها من فترة طويلة، وبالرغم من إن بروك كانت في قمة غضبها لكنها فضلت ساكتة وما حبتش تعمل مشاكل، وده لأنها بتحبه وعاوزة تحافظ على حياتها الزوجية معاه، وده على أمل إن مايكل جوزها يزهق من الست اللي بيخونها معاها ويقطع علاقته بيها. لكنها اكتشفت إن مايكل فضل مكمل في خيانته ليها وشكله مش ناوي ينهي العلاقة، فقررت إنها تكتب له رسالة تعرفه فيها إنها عارفة كل حاجة عن خيانته، وإن هي شافت كل المحادثات والصور بتاعته مع الست اللي بيخونها معاها، ده غير إنها سابت له الدبلة بتاعتها في الرسالة. لكن لما بروك اتصلت بمايك جوزها النهاردة اكتشفت إنه قطع علاقته بالست اللي بيخونها معاها، عشان كده هي بتحاول إنها تخفي الرسالة دي قبل ما مايكل جوزها يقراها. فنيك بيعرفها إن حتى لو مايكل جوزها هيقرا الرسالة بتاعتها فهو أكيد هيكون مقدر موقفها، وإن هو أكيد هيعتذر ليها ويطلب منها تسامحه. لكن لو حصل عكس كده فمش هيكون قدام بروك غير إنها تواجهه بالموقف ده وتتحمل هي النتائج. وفي اللحظة دي بروك بتتأثر جامد وبتعيط وبتقوم عشان تروح الحمام، لكنها بتطلع على الشارع وبتحاول توقف تاكسي عشان تمشي، وبيشوفها نيكو وبيكون عارف إنها منهارة ومش عارفة تفكر، فبيروح لها بسرعة وبيمنعها تمشي، وبيعرف منها إنها هتركب التاكسي وهتروح على المطار وهتستنى أول طيارة وتسافر لأمها. فبيسألها هي هتركب إزاي طيارة من غير الباسبور بتاعها، وبيطلب منها إنها تهدى عشان تعرف تتصرف كويس، ده غير إن هو مش هيسمح لها تمشي في الحالة دي. وبعد شوية بروك بتكون هديت وبتروح مع نيك على شقة داني صاحبه،
وبيكونوا تعبانين جدا من اللي حصل في الكام ساعة اللي فاتوا دول، وكل واحد منهم بياخد دش وبعدها بيقعدوا يتكلموا ويهزروا سوا وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وبيكونوا في قمة السعادة، لكنهم بيلاحظوا انهم بيقربوا من بعض جدا وبنكتشف ان في اعجاب اتولد ما بينهم. وتاني يوم الصبح نيك وبروك بيروحوا على محطة القطر وبيبان عليهم انهم زعلانين عشان هيفترقوا، لكنهم بيقفوا مع بعض وكل واحد فيهم بيقول كلمة للتاني بتعبر عن اللي جواه، وبعدها بيودعوا بعض بالدموع. وبنشوف بروك وهي بتركب القطر وبنكتشف ان نيك حط لها ورقة في جيبها من غير ما تعرف، واول ما بتقرا الورقة دي بتبتسم. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.